مساء الخير. الجزء الثاني، انا عارف ان النهارده هلا بالخميس وان انتم المفروض مستنيين لما فيديو ينزل النهارده يبقى هلا بالخميس. بس يعني الكام يوم اللي فاتوا الحقيقه ما كانش عندي شويه حاجات كده مخلياني بس ما قدرتش اصور، ولا حتى لحقت امبارح ان انا اصور حاجه هلا بالخميس. انا بصور الفيديو ده النهارده اللي هو الخميس، وانتوا عارفين انا العادي بصور الفيديو قبلها بيوم، فانا بصور النهارده الساعه تقريبا دلوقتي 7 وشويه، ممكن الفيديو ينزل لك على 9 10 بالليل، لان انا مش هعمل اديت قوي يعني في الفيديو، انا هخلصه بس واظبطه كده واعمل له ابلود. فمعلش اعذروني، وان شاء الله بدايه من الكام يوم الجايين دول هرجع لكم تاني بالفيديوز بالاثنين المتين بمسابقات والتيشيرتس الفري اللي بتتوزع يوم الاثنين من اهل زون. هنرجع تاني لهلا بالخميس، كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. خليني بس في البدايه قبل ما انسى نبتدي بالكلمتين المهمين، وبعد كده عندي كام حاجه هقولها، منها التيشيرت اللطيف اللي انا لابسه ده عشان جالي هديه، فعايز اكلمكم برضو عنه. خلينا نبتدي الاول بالكلمتين المهمين ونقول تاني وتالت: يا جماعه لو سمحتوا ما تنسوش اخواتكم في فلسطين، يا جماعه لو سمحتوا اخواتكم في غزه، يا جماعه لو سمحتوا اتكلموا عنهم، ادعموهم، حاولوا تساندوهم، حاولوا على قد ما تقدروا ترجعوهم تاني على الميديا والناس تتكلم عليهم على قد ما تقدروا، ببوست، بلايك، بشير لحد بيتكلم عن فلسطين او ايا كان. وان شاء الله ان شاء الله هنعيش ونشوف اخواتنا منتصرين والخريطه كلها مكتوب فيها فلسطين. اكونت الفيسبوك بتاعي، عشان برضو لو كذا حد فيكم بعت لي مسج، انستجرام مثلا وتيك توك وحاجات زي كده، عشان بس برضو ابلغكم الابديت. يعني اكونت الفيسبوك بتاعي فيه مشكله حاليا، مقفول، جالي سسبنشن يعني، او جالي ان الاكونت بتاعي سسبندد، وبكونتاكت الفيسبوك وهعرف ايه السبب وهعرف مين السبب، وهنطلع نتكلم في ايه وليه وازاي، والريبورتات مثلا جايه منين او ايا كان. يعني هنطلع ندردش شويه في الموضوع ده اما نشوف الدنيا فيها ايه. بس يعني مؤقتا مش هتلاقوني موجود على الفيسبوك، فما تقلقوش. لو انت كنت عامل لي فولو على الفيسبوك شويه وهتلاقيني ان شاء الله ظهرت، او ورست كيس سيناريو او اسوأ الظروف يعني هتلاقيني عملت لك اكونت جديد ورجعت لك تاني. التيشيرت اللي انا لابسه ده جالي هديه من ستروك وير، شاب كلمني منهم، هم شباب جميله كده لسه بيبتدوا البيزنس، لسه حتى ما عملوش غير 4 ديزاينات، اهلي وبرشلونه وريال مدريد، مالناش دعوه بالديزاين الرابع. فهو بعت لي التيشيرت ده هديه. انا مش حابب اطلع اعمل لك فيها بلوجر واطلع اقعد اقول لك بقى بص والماتيريال جميله وخطيره ويا جماعه مش ممكن، لان انا ما بفهمش في الماتيريالز بتاعت الهدوم، فانا مش هطلع احور عليك، مش هطلع اشتغلك يعني. بس اللي ممكن اقوله لك بصراحه ان التيشيرت مريح فشخ، انا دي حاجه انا بحبها يعني. في حاجات كده بيبقى الديزاين بتاعها ساعات بحس ان الديزاين اللي معمول على التيشيرت ده، انا حاسس بالماتيريال بتاعت الديزاين دي بتبقى مضايقاني وانا لابس. فلا التيشيرت ده لطيف فشخ. هو عامه لوجو الاهلي هنا تطريز، وبعدين في طباعه هنا اديداس، وفي طباعه في النص تحت بس هي ممكن تبقاش باينه لك في الفيديو. اللوجو بتاع اتصالات كانه تيشيرت للاهلي، والياقه هنا معموله بماتيريال كده، ونفس الكلام الكم هنا يمين وشمال. فالموضوع لطيف والماتيريال مريحه بالنسبه لي. ما اعرفش بقى الناس تفهم بعد كده، اللي بتفهم في الماتيريال تقول لي بقى دي مش عارف 50% بوليستر، 30% قطن، 24% تسلخات. يعني انا ما بفهمش في الحاجات دي، ومش هطلع اقعد اعمل لكم الشو ده عشان اكون معاكم صريح يعني. بس لو هتسالني عن رايي بكل صراحه، لا التيشيرت جميل وانصحكم انكم تروحوا تجيبوه عادي. سعره حلو والدنيا جميله. فهسيب لكم اللينك لو انت من الناس الجميله اللي بتتفرج على اليوتيوب وبتكمل الفيديو لحد الاخر وبتعمل اللايك والكومنت والسبسكرايب وتفعل زر الجرس والحاجات اللي هم بيقولوها على اليوتيوب دي عشان انا بنساها. لو كده فانت تمام وزي الفل. هتبص تحت الفيديو على طول في الديسكربشن او في الوصف اللي بيكون مكتوب، هتلاقي لينك الاكونت بتاعهم على تيك توك. هم لسه عاملين اكونت انستجرام لسه معمول طازه، لسه عليه 2 فولورز او حاجه، عايزكم تروقوا لهم اكونت انستجرام برضه. هسيب لكم اللينك تحت، وممكن تبعتوا لهم لو عايزين اي ديزاين، وان شاء الله الحاجه تعجبكم يعني. خلينا نخش في موضوع الفيديو. مبدئيا الفيديو ده هو الجزء الثاني من كشف الحساب بتاع مجلس الاداره، فلو انت ما شفتش الجزء الاول هتلاقيني برضو سايبه لك في الوصف عشان الدنيا ما تخشش في بعض. لو انت ما شفتش الجزء الاول ممكن تشوف الجزء الاول بعدين تشوف الجزء ده، او تشوف الجزء ده وبعدين تتفرج على الجزء الاول، هتلاقيني برضو سايب لك اللينك تحت، مفيش اي مشكله. في الجزء الاول انا طبعا مش هعيد الكلام اللي قلته هنا عشان لو حد اتفرج على الجزء الاول ما يبقاش الموضوع ممل يعني. بس احنا اتكلمنا في كذا نقطه، اتكلمنا في النقطه بتاعه الكابتن محمد رمضان والكابتن محمد يوسف والقصه بتاعه المدير الرياضي، اتكلمنا في الميركاتو الصيفي وفي الميركاتو الشتوي وان احنا كنا بندير الموضوع ازاي. فالنهارده الحقيقه كنت عايز اتكلم في الفيديو اللي فات في موضوع كولر وما لحقتش، فالنهارده هحاول اتكلم معاكم شويه في موضوع مارسيل كولر، ملف او اداره ملف المدير الفني للنادي الاهلي، بعيدا عن المدير الرياضي، بعيدا عن الانتقالات. وعايز اقول كلمتين بكل صراحه عشان الموضوع ما يتكررش تاني مع ريبيرو، عشان ما نخشش في نفس الدايره دي مع ريبيرو في يوم ما. ايا كان بقى ريبيرو ده هيطلع كويس هيطلع وحش، انا بتكلم في الكونسبت او في الازمه اللي انا بشوفها من وجهه نظري. خلينا نوجه رساله عامه في بدايه الفيديو. الانتقاد ده بيكون مصلحه للنادي، عشان في ناس احيانا بتفهم الموضوع غلط. هتقول لي طيب انت منين انت احيانا بتطلع تقول لنا يا جماعه ما تنتقدوش وادعم وانتقد نقد ايجابي ومش عارف ايه، ومنين جاي النهارده بقى لما انت عايز تنتقد فبتقول لنا انتقد والنقد حلو وجميل وبسمسم؟ انا قلت قبل كده كذا مره وهقولها تاني،
يا جماعه انا بشوف ان الانتقاد ليه وقته والدعم ليه وقته، ولا ينفع ابقى على طول بدعم، ولا ينفع ابقى على طول بنتقد، ولا ينفع ابقى على طول عمال اسقف واقول الله والاهلي المدينه الفاضله اللي ما فيهاش ولا غلطه والدنيا عندنا بخير والاداره عندنا عارفه كل حاجه واحنا لا. ولا ينفع افضل طول الوقت بنتقد وبقول احنا وحشين واحنا سيئين واحنا مقصرين واحنا عندنا عيوب واحنا مش عارف مين. لان انا يعني في المجمل، هل جملة إن الإدارة تعرف أكتر من الجمهور مثلا دي جملة حقيقية؟ جملة حقيقية، بس مش معنى كده إن لما أشوف الإدارة بتعمل حاجة غلط ما أتكلمش، لأن أكيد الإدارة بتعرف أكتر مني. لا عادي، أنا ممكن أوجه الإدارة كجمهور، مش كوسام، كجمهور أوجه الإدارة أو أشاور لهم على حاجة فيها مشكلة، ده مش عيب وحاجة ما تقللش من الإدارة. وفي نفس الوقت هل الإدارة عندها غلطات أو هل بيبقى عندنا مشاكل أو عندنا عيوب؟ عموما أكيد عندنا برضو. فبرضه مش الصح ان انا افضل على طول ماشي سايب كل حاجه وعمال ابروز العيوب اللي عندي وعمال اقول انا عندي مشاكل وانا لا، لازم يبقى الدنيا موزونه. فدي وجهه نظري اللي ما اعتقدش انها تتغير على الاقل على المدى القريب. يعني انا دي قناعه فعلا داخليه، فما اعتقدش ان الموضوع ده هيتغير. طيب خلينا النهارده نتكلم في كام ملف كده سريعا، ونبتدي بالملف بتاع مارسيل كولر. اولا في عندنا واحده من العيوب او واحده من المشاكل مؤخرا، ان احنا ما عندناش مدير فني بيقعد عدد سنين كبيره. ويمكن اكبر رقم الماكسيمم اللي احنا بنوصل له حاليا هو ثالث سنه. يعني مارسيل كولر مشي في ثالث سنه، قبليه موسيماني نفس الوضع، قبليه كان فايلر او قبليه كان في سواريش، بس سواريش ده يعني جه يقضي اجازه في مصر تقريبا ومسك الاهلي كام ماتش وهو في الاجازه وبعدين مشي، فده مش حاسبه كمدير فني. في قبليه فايلر جه، كانت الدنيا ماشيه معانا كويس، بس المدام رنت عليه قالت له قبل الساعه 10 تبقى موجود في البيت، فقال لنا معلش يا جماعه انا مش هكمل تدريب بلا سيمي فاينال بلا بتاع، اخبطوا دماغكم في الحيطه وسابنا وجري. فانا بتكلم على حاله المدير الفني اللي بيقعد يكمل معانا، مش اللي المدام بتاعته بترن عليه فبيسيبنا ويجري زي الاستاذ فايلر. وعارف ان في ناس بتحب فايلر وهتزعل من الكلمتين دول، بس دي حقيقه يا جماعه. كان عندنا سيمي فاينال في افريقيا، الراجل مراته رنت عليه قالت له قبل الساعه 10 تبقى عندي في سويسرا يا اما هنيمك على السلم، فراح سايبنا وطالع يجري. فيعني المهم احنا عندنا ازمه ان السنه الثالثه دايما المدير الفني بيخش في مشاكل كبيره شويتين مع الاداره. الموضوع بيمشي تدريجي لحد ما بنيجي في السنه الثالثه بنكتشف ان المدير الفني مش عايز يشتغل. والفتره اللي فاتت كنت دايما بقول لاي حد ان انا عندي قناعه ان مارسيل كولر ما شطبش. هو مارسيل كولر ما بقاش يشتغل، ودي مشكله اكبر بكتير من انه هو شطب. يعني مارسيل كولر ما كنتش بحسه ان هو مثلا قاعد بيعمل جمل او قاعد بيشتغل على جزء تكتيكي معين والجزء ده ما بيشتغلش معانا او مش جايب معانا نتيجه. لا خالص، انا كنت بحس ان مارسيل كولر فعلا ما بيشتغلش، هو قاعد بيتفرج زيه زينا. يعني يوم ما بيحط الخطه وبيقول لهم بس ان انتوا ايه يا جماعه، انتوا قفلوا كويس كده وربنا يكرمكم وان شاء الله اي كره تيجي بقرموها لقدام وربنا كريم. ده كان بيبقى اقصى حاجه مارسيل كولر بيعملها. مش بقلل او مش بقول حاجه. انا يعني ممكن الموضوع يكون فيه مش بافور، بس ده الوصف الطبيعي اللي انا شفته. يعني هو اكيد في احد الايام في السنه الاخيره دي كان بيشتغل، بس انا ما شفتش الكلام ده. ما شفتش مارسيل كولر بتاع اول سنه اللي بيخش اللي بيشتغل على التفاصيل اللي بيركز اللي بينزل يكسب ثلاثات واربعات، وكانت الدنيا جميله برضو وبنلعب كوره حلوه وكل حاجه. في عندنا اسباب لازم نحللها واسباب لازم نتكلم فيها بالمنطق ليه المدير الفني بتاعي بيوصل للمرحله دي. الكلام اللي انا بقوله ده مش دفاعا عن مارسيل كولر، مش ان انا بقول لك ان مارسيل كولر اتظلم او ان مارسيل كولر كان المفروض يكمل او بالعكس. انا شايف ان المدير الفني بتاعي ما بيشتغلش يبقى انا لازم امشيه. ده لازم وما فيهاش كلام. مش لسه اقعد واستنى لما اخرج من افريقيا، وبعد ما اخرج من افريقيا مع اني بقالي شهور الناس كلها بتقول انه هيمشي وبيطلع كلام في الاعلام في كل حته ان الاهلي لو خرج من افريقيا مارسيل كولر هيمشي، فلما يمشي ما كنتش جاهز ببديل. فجيب الكابتن عماد النحاس اللي طبعا على دماغي من فوق وكل حاجه، والناس اللي متابعيني عارفه انا بحترم الكابتن عماد النحاس فنيا قد ايه، بس اجيب كابتن عماد النحاس عشان يمسكني 6 ماتشات مؤقتا على ما اروح ادور على مدير فني، فاجيب مدير فني فيبقى عندي ماتش حسم دوري فاقول له لا اقعد ما تمسكش الفرقه، وبعدين اروح اخش كاس عالم وانا معايا مدير فني لسه جاي جديد، معايا 4 5 لعيبه هيلعبوا اساسيين لسه جايين جديد، لا شافوا المدرب ولا المدرب شافهم ولا حد عارف مين بيعمل ايه، ونبتدي واحده واحده نستكشف الموضوع وتمشي باداء نوعا ما تصاعدي بعيدا عن ماتش بالميراس كان ليه ظروف معينه. بس لعبت ماتش بورتو كويس وقعت شويه الشوط الثاني بدنيا، ماتش بالميراس كنت احسن شويه بس مفيش الروح مفيش الفينش، احسن شويه من الناحيه التكتيكيه مش من ناحيه الفرص. ماتش انتر ميامي انت عملت فرص احسن بكتير. ماتش بالميراس انت لعبت على تفاصيل اكتر وابتدى يشتغل مع الفرقه اكتر وحاولت تلعب على عيوب بالميراس فعلا لحد ما جبت جون في نفسك بعدها بكام دقيقه انت بتهاجم جدا لبالميراس، كونتر اتاك عليك عجيب في مساحات، قرارات غلط من اللعيبه، اهمهم كان بالنسبه لي قرار مروان عطيه اللي كان غلط اكتر من قرار محمد هاني، ان مروان عطيه كان المفروض يعمل فاول في نص الملعب، راحت ثرو محمد هاني راجع وفاتح سبرنت عشان يلحق اللعيب مع ان محمد هاني كان بعيد جدا فمجهود يشكر عليه، راح قرار تاكلينج غلط ضيع الدنيا، بقى خلاص انفراد مريح حط الجون الثاني قتل لك الماتش والماتش راح. تفاصيل صغيره مالهاش لازمه.
ماتش بورتو دخلت احسن بكتير وعملت احسن بكتير، فالراجل ابتدى يخش مع الفرقه وابتدى يخش مع اللعيبه، وابتدت اللعيبه تفهم هو الراجل ده عايز ايه، والراجل ده يفهم اللعيبه دي تقدر، كل لعيب يقدر يعمل ايه. طبعا لسه بدري بس مبدئيا ابتدى. دي كلها قرارات غلط يا جماعه، ليه علاقه بان الراجل ده جه امتى، فاللي قبليه مشي امتى، فالدنيا كانت ماشيه ازاي. دي حاجات لازم نبقى فاهمينها عشان ما تتكررش معانا، لان انت اكيد في يوم من الايام هتغير ريبيرو. مش عشان ريبيرو وحش، او مش بقول لك ان ريبيرو المفروض يمشي، بس اكيد سنه الحياه ان في يوم من الايام ريبيرو هيمشي. مش عايز اما يمشي اخش في نفس الدوامه، مش عايز كل ما امشي مدير فني ابقى انا مش عارف مين راح فين ومين جاي منين ولسه بدور على مدير فني. لازم ابقى شغال ودنيتي جاهزه، المدير الفني بتاعي ماشي النهارده، انا بكره الصبح بعلن على مدير فني جديد، ما عنديش مشكله، بعدها بيومين ثلاثه بالكتير اكون خلصت كل حاجه. فدي القصه الثانيه، ليه احنا دايما بنخش في الديبيت بتاع اصل المدير الفني اللي بيختار اللعيبه، لا اصل الاداره لازم تختار لعيبه، لا اصل احنا لو مشينا ورا المدير الفني ما هو مثلا موسيماني فضل ميكسيوني على سفيان رحيمي. دي واحده من الجمل اللي انا ما بصدقهاش لحد النهارده، وسمعت اكتر من حد نفى الجمله دي، وكده كده ما بقتنعش بيها بكل صراحه، ومش دفاعا برضه عن موسيماني بس بتكلم في المنطق يعني. فالناس بتقول لك لا اصل الاداره المفروض تتدخل وتجيب لعيبه هم اللي عايزينهم، لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. الاداره بتتدخل بالنسبه لنا مرحله تانية مش مرحله اولى. يعني ايه مرحله تانية؟ ودي قناعاتي، مش انا ما بقولش ان ده صح خالص على فكره، انا مش اللي انا بقوله ده مش بجزم ان هو ده السيناريو الصح، لكن ده اللي لو انا في البوزيشن ده او لو انا في المكان ده هفكر بالطريقه دي. انا النهارده عندي مدير فني هو اللي هيتحاسب صح، هو اللي هيشيل الليله سواء بالسلب او بالايجاب. باشا اختار فريقك زي ما انت عايز، بس انت عليك زي ما ليك مكافآتك لو عملت انجازاتك، عليك عقوباتك لو خسرت. انت النهارده لو جبت لي بطوله كذا بديك مكافاه مثلا، فانت لو خسرت بطوله كذا انا هحاسبك، هخصم منك ايا كان، انت واللعيبه مش انت بس. دي السياسه اللي انا افهمها، سياسه الثواب والعقاب. الموضوع بسيط خالص. النقطه الثانيه، ايه المرحله الثانيه اللي انا بتدخل فيها؟ انا النهارده عندي لعيب وليكن مثلا هقول مثال محمد عبد الله. محمد عبد الله وينج يمين بيلعب بشماله، واد عنده ثقه في نفسه كويس، حتى لو لسه محتاج شويه اكسبيرينس او محتاج شويه خبرات او محتاج شويه دقايق يلعبها وماتشات يلعبها عشان يبقى احسن من كده كمان. بس ده موهبه. لو انا كاداره شايف ان اللعيب ده كويس بس مدير الفني جه قال لي لا انا مش عايزه، انا مثلا عندي زيزو وعندي طاهر، وهفترض ان حسين الشحات مش هيمشي لان برضه اتقال كلام ان حسين الشحات مكمل، فمحمد عبد الله ما عندوش فرصه لعب فانا مش عايزه. دي بتاعتي انا بقى كاداره، بتاعتي انا كاداره ايه؟ ان انا هبتدي ادور ازاي اسوق اللعيب ده. مش هسوقه ابيعه، انا هسوقه اطلعه اعاره، اطلعه اعاره سنه، واحط دقايق لعب في العقد مينيمم، ان انا هروح اتفق مع نادي وليكن، هقول ارقام فرضيه طبعا، انا هديك مثلا محمد عبد الله باعاره ب 5 مليون جنيه، بس 5 مليون جنيه دي فيها شرط انه هيلعب 70% من الدقايق، فاللي قدامي ده مش هيمضي غير وهو عايزه، لان انا هقول له لو لعب اقل من 70%، لو لعب مثلا من 50 ل 70% من الدقايق اللي هو كان افيلبل فيها، يعني بعيدا عن الاصابات بعيدا عن كل حاجه، ربنا يحمي اللعيبه كلها يعني عموما، بس فرضا لو اللعيب ده متاح طول الموسم ولعب اقل من 70%، من 50 ل 70 يبقى ثمن الاعاره دي 8 مليون جنيه، لو لعب اقل من 50% يبقى الاعاره دي ب 10 مليون جنيه. فانت عايز اللعيب هتلعبه هتاخده، مش عايزه بلاش. المفروض انا اكون شغال على الحاجات دي برده من بدري، بس طبعا المدير الفني لسه جاي. الفتره اللي انا فيها دي المفروض اكون شغال مع المدير الفني مين اللعيبه اللي انت 100% عايزهم، مين اللعيبه اللي انت لسه عايز تبص عليهم من هنا ليناير، عشان اللي هيبص عليهم من هنا ليناير دول المفروض اكون انا شغال عليهم وبسوقهم. المفروض مش هسوقهم بنسبه 100%، بس هبتدي اسوقهم ان انا افتح خطوط، ان لو فرضا جينا على يناير لقيت المدير الفني اللي قاعد معايا في اول الموسم قال لي فرضا، هنقول مثلا خالد عبد الفتاح اللي انا سمعت ان هو اوريدي هيمشي، بس مثلا كان قال لا انا هشوف خالد عبد الفتاح من هنا ليناير وبعد كده اقول لكم الاكيد ايه. لو جه قبل ما اخش في ميركاتو يناير قال لي لا فعلا انا مش عايز خالد عبد الفتاح، انا كده كده جاهز، انا شغلي خلصان، انا هبتدي متفق مع نادي ومع اتنين ان هم هياخدوا خالد عبد الفتاح، ها فلان ها علان، خلصت الموضوع نادي واثنين وثلاثه ومأمن نفسي ودنيتي تمام. فانا بشوف ان احنا بنتعامل مع المدير الفني غلط، لان مش طبيعي ان كل مدير فني يجي لي يبقى جاي متحمس جدا شايف انه هيكسب كل حاجه، يخش يعمل معايا موسم خرافي وهو برده اللي بيبقى بيختار اللعيبه وهو برده اللي بيبقى بيعمل كل حاجه، وبعدين نبتدي نخش في الصراع بتاع انه عايز مهاجم وما بيجيش، او عايز لعيب فلاني وما بيجيش، او عنده مشكله في المركز الفلاني. مارسيل كولر ابتدى السنه دي رغم سوء مارسيل كولر، بس مارسيل كولر ابتدى السنه دي معاه 3 وينجات. يا جدعان ما فيش حاجه اسمها النادي الاهلي السكواد بتاعه فيه 3 وينجات، احنا ابتدينا الموسم ده عندنا 3 بيلعبوا في مركز الوينج اللي هم حسين الشحات، بيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر. بيرسي تاو اصلا كنت هتمشيه في يناير وما عرفتش تمشيه، ما رضيتش تفسخ عقده، ادي لعيب واقع، لعيب في السكواد منظر. طاهر محمد طاهر ما كانش عامل اي حاجه لحد بدايه الموسم ده، ربنا كرم طاهر الموسم ده انه ابتدى كويس،
وربنا كرمه حتى انه لما كتب عليه الاصابه رجع الحمد لله من الاصابه، واقف على رجله وابتدى برضه يرجع يجيب فورمه كويسه. فدي حاجه كويسه لكنها مش متوقعه. حسين الشحات مش عامل احسن موسم السنه اللي فاتت، ازاي انا اخش مع مدير فني بثلاث وينجات ما فيهمش لعيبه سوبر اللي هو بتنزل تخلص الفرق، وما تقوليش ازاي يعني اللعيبه دي مش سوبر؟ ده حسين الشحات وبيرسي تاو عاملين موسم 23 مش عارف عامل ازاي، ده بيرسي تاو واخد احسن لعيب في افريقيا. انا معاك، انا مش بتكلم ان هم مش سوبر ككواليتي، مش سوبر كفورمه، وتخش بعد كده ومستني من المدير الفني ان يلا بقى طلع لنا نار من بق اللعيبه دي. مش طبيعي. انا لازم يبقى عندي بديل واتنين في كل مركز، لعيبه بتتنافس على المركز ده، عشان اما احب الجا لفلان ولا الجا لعلان ابقى انا في الامان، تبقى الدنيا معايا زي الفل. وده للاسف احنا ما بنعملوش. مش عايز اطول كتير في الملف بتاع المدير الفني، بس اقدر اجزم بنسبه 100% ان احنا اتعاملنا مع مارسيل كولر ومع غيره كمدير فني غلط. السنه دي احنا في حصاد التعامل الغلط مع المدير الفني بنتائج كاس العالم اللي انا مش مبسوط منها. احنا عملنا على فكره بطوله نوعا ما معقوله، نزلت لعبت ماتشين كويسين اتعادلتهم، كنت انا اقرب فيهم للفوز، خسرت ماتش بالميراس، بس كان طموحنا اعلى من كده بكتير، فطبيعي ان انا هتضايق. كنا شايفين ان احنا نقدر نعمل اكتر من كده بكتير، طبيعي ان انا هتضايق. اللعيبه عندي محتاجه تشتغل شويه على الحته اللي هنا، مش على الفنيات خالص، ان انت قادر تنزل تكسب تتاهل ايا كان انت بتلاعب مين. حاجات كلها محتاجين ندوس عليها السنه الجايه. بس خروج من دوري ابطال افريقيا، كسبان الدوري بالعافيه في اخر جوله عشان تحسمه، كل دي نتاج قرارات كتير منها التعامل مع المدير الفني. القرار التاني الاسوأ من وجهه نظري هو قرار الانسحاب. وحته الانسحاب دي يمكن فيها شويه كلام، انا قلت ان انا هشرح في الفيديو ده ليه الانسحاب ده واحد من اسوأ القرارات، رغم ان انا كنت بدعم القرار ساعتها. انا يا جماعه عندي قناعه ان لو الاهلي، وانا قلت المثال كده بالحرف ساعتها، لو الاهلي داخل خناقه مع اطراف تانية فده مش وقت حساب. يعني ايه؟ يعني انا نزلت لقيت اخويا بيتخانق في الشارع، ده مش وقته ان انا اقف اقول لاخويا هو انت عملت ايه، لا انت صح، لا انت غلط. لا، انا هخش اتخانق مع اخويا واخلص الخناقه وبعدين اخد اخويا ونقعد انا وهو على جنب، ايه بقى اللي حصل، ايه التفاصيل، لا انت كنت غلطان هنا، لا انت كنت صح هنا. فوقت القصه بتاعت الانسحاب دي انا كنت عشمان ان الاهلي معاه ورق، لان نظريا، وهقولها تاني برضو بكل صراحه، نظريا الاهلي كان معاه حق في القرار نظريا، لكن انت ما امنتش نفسك عمليا، ما امنتش نفسك ورقيا، فانت ما قدرتش تعمل حاجه. انت القرار اللي انت خدته ما كسبتش منه اي حاجه. في مكاسب غير مباشره الناس بتتكلم فيها، يقول لك اصل بص الحكام بقوا بيعملوا ايه مع الاسيوطي، فالاسيوطي اللي كان بيكسب كل الماتشات دي بقى بيخسر وبقى بيتعادل، وده اللي ساعدك تحسم الدوري. وارد يكون مكسب من مكاسب القرار، انا مش هنكر ده، بس في الاخر انا ما خدتش حقي. انا كان حقي ان انا العب الماتش ده بحكام اجانب، صح؟ صح، انا مقتنع مليون في المية على فكرة ان قالوا لك ان هيجي حكام اجانب، مقتنع ان الرابطة اللي بعت جواب رسمي لاتحاد الكورة بتقولوا ان في حكام عايزين حكام اجانب للماتش ده وده وده، وانا اللي هتحمل التكاليف لضمان النزاهة والشفافية. فانت اكيد كان بالنسبة لك الحوار تمام وخلصان، بس انت ما امنتش نفسك ورقيا. انت بتتعامل مع ناس ما ينفعش تتعامل معاهم بالرقي والاحترام، وان انت خدت كلمه من الاستاذ فلان او خدت كلمه من الكابتن علان، لا فيش الكلام ده. ورقه يا باشا، انا بقول لك هجيب لك حكام اجانب، ما سمعتكش، ابعت لي ورقه، ابعت لي ورقه من الجهه الفلانيه بتقول ان السيد الفاضل المدير التنفيذي للنادي الاهلي تحيه طيبه وبعد سوف يتم تعيين حكام اجانب لمباراتكم يوم كذا امام الفريق الفلاني كذا كذا كذا، وجاري البحث، مش عارف اي حاجه، اي حاجه يبقى معايا ورقه، يوم ما حد يطلع يعمل نفس اللي عملوه ده اقول له اهي انا معايا ورقه بتقول كذا كذا كذا، فابقى خدت حقي، اعرف اخد حقي. لكن انا مش شايف ان انا خدت حقي. انا دعمت القرار ليه؟ كنت متعشم ان في ورق، وحتى لو مفيش ورق، لو الموضوع ده اتعاد تاني النهارده من اوله برضه هخش اتخانق مع الاهلي، هبقى في صف الاهلي. مش معنى كده ان انا بقول ان اللي انتقد كان ضد الاهلي، او ان اللي انتقد ما بيحبش الاهلي، وانا ضد فكره ان فلان ده مش اهلاوي وفلان ده مش عارف ايه، لان زي ما بتتقال كده انا مش مؤمن ان حد معاه صكوك التشجيع، ان انا مش من حقي لا انا ولا انت ولا اي حد ان يطلع يقول مين اهلاوي ومين لا، ومين اهلاوي اكتر من مين. يا جماعه كل واحد بيحب الاهلي بطريقته، وكل واحد بيتصرف على حسب دماغه بتوجهه ايه لمصلحه الاهلي اكتر. هل لمصلحه الاهلي ان انا انتقد؟ هل لمصلحه الاهلي ان انا ادعم؟ هل لمصلحه الاهلي ان انا اقول؟ في ناس بتشوف ان انت بتدعم، انت ضلالي، انت مش عارف ايه، انت بتهاجم، انت وحش، انت عايز الزملكاويه مش عارف يقولوا مش عارف ايه. في حاجات اكيد اراء انا كنت معترض عليها، انا مش معنى كده ان بقول لك ان كل واحد حر ان انا مبسوط بكل اللي اتقال او بكل اللي حصل ساعتها، بس انا اقصد ان انا مش مؤمن بفكره ان في حد من حقه يطلع يقول فلان اهلاوي وفلان لا، او اللي عمل كذا ده مش اهلاوي او ضد الاهلي او كل واحد بيفكر بدماغه. انا دماغي بتترجم لي الموضوع لحد النهارده، عشان كده بقول لك لو اتعاد هعمل نفس الاكشن بالظبط، ان دي خناقه ما بين الاهلي وما بين اطراف تانية اللي هي اتحاد الكوره، رابطه الانديه، ايا كان،
فانا هبقى في صف الاهلي، انا هقف اتخانق مع الاهلي انتوا احنا حقنا 1 2 3، وبعد ما اخلص الموسم خلص احنا قاعدين اهو بنتكلم اقول والله يا جماعه القرار ده كان غلط، القرار ده كان متسرع، القرار ده كان طايش. ليه؟ لان انا معيش اي حاجه تثبت حقي، معيش اي حاجه تقول ان انا من حقي ان العب الماتش بحكام اجانب. نظريا الدنيا كلها عارفه ان انا من حقي، بس ورقيا مفيش. فانا ما قدرتش اجيب حقي ورقيا، ما قدرتش ان انا اعيد الماتش، او ما قدرتش ان انا العب الماتش بحكام اجانب، واتحسب عليا 3 نقط، ودخلنا في دوشه وصداع، و3 نقط ولا 6 نقط، واصل وما هو فيلم هندي كبير انا مش هتكلم فيه تاني. بس ده عشان كده هيفضل بالنسبه لي واحد من اسوأ قرارات المجلس ان لم يكن من اسوأ قرارات الاهلي في تاريخه، عشان نتكلم بكل صراحه. وعلى النقيض الاخر، عشان ما ابقاش بتكلم بس في القرارات السيئه، فمن ايجابيات المجلس الاستاد. احنا بقالنا كتير قوي في حلم الاستاد، وبقالنا كتير قوي بنحاول، وبقالنا كتير قوي بنكلم شركات. احنا اخيرا شغالين على ارض الواقع، احنا اخيرا معانا حد بيمول، ومعانا حد بينفذ، ومعانا بلان، ومعانا تراخيص، وابتدينا شغل. فخلاص بامر الله باقي اعتقد 199 اسبوع دلوقتي، او 199 اسبوع وكام يوم، وهيبقى في استاد للاهلي. ده يا جماعه واحد من اعظم انجازات الاهلي في تاريخه، ان انت هيبقى عندك الاستاد بتاعك. انت خلاص كلها تقريبا 4 سنين، السنه 52 اسبوع، يعني باقي لك 4 سنين الا شهر او شهر وشويه، وهيبقى خلاص عندك الملعب بتاعك. هتبقى موجود في الملعب بتاعك، هتبقى موجود ان انت قادر تلعب في ملعبك ماتشاتك، ايراداتك بتاعتك، هتعمل لنفسك فرق كبير في الانكم، او فرق كبير في الدخل بتاع النادي. مفيش ايجار ملاعب، مفيش انجاز عظيم برضو لازم ياخد حقه ولازم نتكلم عليه. فبكل صراحه في ايجابيات، في سلبيات، في عندي حاجات تاني محتاج ان انا اتكلم فيها. بس واضح ان احنا هيبقى عندنا جزء ثالث، واضح ان احنا لسه محتاجين نتكلم على اللعيبه شويه، ومحتاجين نتكلم على البطولات اللي خرجنا منها. لان على قد ما مجلس الاداره كان مسؤول عن اخفاقات موجوده في موسم كان المفروض يكون واحد من اعظم مواسم النادي الاهلي في تاريخه، على قد ما اللعيبه بالنسبه لي مقصره، على قد ما اللعيبه كتير ما كانش عندها الروح بتاعتنا، ما كانش عندها الطموح بتاعتنا كجماهير، ما كانش عندها الحته بتاعت ان احنا مصدقين في الاهلي ان احنا نقدر في ماتشات كتير. على فكره منها ماتش باتشوكا بتاع الانتر كونتيننتال، منها حتى ماتشات كاس العالم في وقت من الاوقات انت كنت تقدر تدوس وتكسب في ماتشات، بس تحس ان اللعيب من جواه مش مصدق. مش كل اللعيبه طبعا، في لعيبه الواحد محتاج يتكلم عليها، في حاجات كتير لسه محتاجين نتكلم عليها. فاعتقد من الوارد ان هيكون لسه في جزء ثالث، مش عارف امتى برضو. بكره ان شاء الله هيكون في حلقه بودكاست مع شباب جميل قوي، شباب لطيف، مراد وادهم، الشباب اللي هم بودكاست اللعيبه، شباب صغير، واحد مواليد 2012 واحد 2014، حاجه مختلفه تماما. اعتقد ان انتوا هتكونوا عارفينهم، لان كان في فيديو ليهم طلع ترند كده من كام يوم، فيديو هم بيتكلموا مع مينا ماهر، كانوا مستضيفينه عندهم وكانوا بيتناقشوا في حاجات ليها علاقه ببطولات افريقيا والكلام ده. حلقه بكره هتعجبكم، هتشوفوا شباب صغير واعي كويس جدا، عارف يعني ايه الاهلي، عنده معلومات. ودي النقطة اللي كنت دايما بحاول أوصلها، إن أنا بتعامل مع ناس كتيرة مختلفة، باك جراوندز مختلفة، أو بثقافات مختلفة، أو بأعمار مختلفة. الناس دي كلها متجمعة على حب الأهلي. فاستنوا حلقة بكرة برضو على فورة إن شاء الله هتعجبكم. والخبر السعيد اللي ممكن أختم بيه الفيديو، لو أنت موجود لحد دلوقتي هتكون عرفت الخبر. طبعا في ناس أحيانا ما بتكملش الفيديو يعني، بس اللي موجود لحد آخر الفيديو أحب قبل ما أقفل الفيديو أقول لك إن شاء الله في خلال 8 9 أيام اول حلقه من السيزون الجديد لموسم العلقه. فيا ريت كل واحد يستعد بقى، عشان انتوا عارفين ايه اللي بيحصل لما العلقه بترجع. ويا ريت تنطلقوا على تويتر بالذات، هاشتاج برنامج العلقه. هسيب لكم الهاشتاج تحت برضو في الوصف او في الديسكريبشن، برنامج العلقه بالته المربوطه مش بالهي، يعني عليها نقطتين. انطلقوا وقولوا لي عايزين تتكلموا في ايه، وسيبوا الباقي علينا. سلام.